اهلا وسهلا بيكم حلوين في فيديو جديد. في فيديو النهارده عملت لكم فكره اباجوره بجد شكلها تحفه وكيوت قوي. النتيجه طلعت خرافيه، عملتها من ادوات بسيطه جدا جدا وبجد طلع شكلها خرافي زي ما انتم شايفين كده. تابعوا معايا الفيديو للاخر وشوفوا ازاي عملتها بالتفصيل وبخطوه خطوه. والادوات اللي هنستخدمها اول حاجه كده علبه بلاستيك زي دي، استخدموا اي علبه متوفره عندكم. بعدين رول كرتون زي ده وفراشه ذهبي هحتاجها في الاضاءه. بعدين هستخدم هنا شمعة الكترونيه. كمان هستخدم هنا كده دايره بلاستيك. وكمان هستخدم ورق للتغليف، انا استخدمت ورق لامع واستخدمت فصوص للتزيين. تعالوا بقى نشوف ازاي هنعملها. الاول هنا كده جبت العلبه بعدين هفتحها، هقص الاطار اللي هو التخين شويه ده من قدام عشان نعرف نغلف العلبه، فهقصها كده بالمقص زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعدين الغطا هغلفه كده تغليف بسيط جدا، حطيت فيه دايره من الورق بتاع التغليف كده، لزقتها بالشمع وسبت الاطار الابيض زي ما هو عشان يكسر اللون. بعدين هغلف بقى العلبه نفسها بالورق اللامع ده. وطبعا زي ما انتم شايفين هنا كده انا يعني قسمت التغليف على مرتين بتاع العلبه علشان هي جايه شويه زي قرطاس كده، فهتكون فهتتغلف على مرتين، مش هينفع ان انا اغلفها على مره واحده عشان الورق عندي كان صغير شويه. وبعدين غلفت الرول بنفس الطريقه بالظبط، نفس اللون برضو، وقصيت الزيادات. ولو تلاحظوا كده الجزء بتاع الرول ده كان من فوق كده مايل شويه علشان انا حابه الاضاءه تكون مايله شويه، هثبتها بالشمع. بعدين هثبت بقى الشكل بتاعي هنا كده على الغطا بالشمع برضو. وبعدين هنا كده هاجي من ورا الاباجوره خالص، من ورا العلبه قصيت كده هنا فتحه كبيره شويه عشان ادخل منها شمعة الكترونيه واثبتها بشمع. جبت هنا كده الفراشه ثبتها على الدايره البلاستيك دي بتيب شفاف بالشكل ده. بعدين هثبتها على الاباجوره. بعدين بقى هنا كده التزيين حسب ما تحبوا، انا زينت بصوص لونها فضي على اطراف الدايره واطراف الغطا، وفي الاخر زينت بفيونكه صغيره. وتعالوا بقى اتفرجوا معايا على الشكل النهائي. حرفيا شكلها خطير قوي، بسيطه، انا فعلا متخيلتش ان هي تطلع كده. اتعملت من خامات بسيطه جدا من علبه بس. طلعنا القطعه الفنيه اللي انتوا شايفينها دي تستخدموها بقى كديكور للمكتب. بجد شكلها روعه وخطيره جدا، ما خدتش مننا اي وقت وتكلفها بسيطه جدا جدا. وهو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه وتكتبوا لي رايكم، ومع السلامه.